بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة 5 مارس 2012. وعدناكم بفيديو تاني على أسهم خارج المقصورة، فقلنا نبدأ بسهم لكح. عفوا تعبانين شوية بس. كنا قلنا بعد ما يثبت فوق ال66 أو ال65 نعتقد ان هو ان شاء الله باذن الله يعني ثبت، ولكن هنحط حته فلتره شويه هي منطقه ال60 ليه ان شاء الله باذن الله. عدم كسرها يبقى كويس. تعالوا نشوف بقى، ناخد الجزء الصغير دوت اللي هو ده كله نتكلم عليه، اللي هو دوت كل ده من هنا لهنا لهنا. طبعا شكل المنطقة دي بس هي اللي احنا هنتكلم عليها. عفوا. نقول خير ان شاء الله. طبعا لم يكتمل المثلث بعد، فاذا هو هنقول منحصر ما بين 67 68 شكليا بس يعني، لكن دي مش موضوعنا دلوقتي. يبقى من منطقة 157 اللي عملها بتاريخ 24/11/2010 اللي هي كانت سنة 2010 يعني، وبعدين نزل عمل قاع هنا حوالي 55، هو مش قاع يعني، كانت لطشة كده وكمل، وبعدين نزل. ده القاع الرسمي اللي هو 58 وطلع، ثم ارتكز بمنطقة القاع ال54 ولسه بيقول انا هشم نفسي وهحاول اطلع عشان نشوف منطقة ادي 70 وهنا 78. طيب يبقى بداية هناخد الحتة بتاعت 157 ديت واقول له 157 دي اللي هي قمة، عشان لما نشوف يعني احنا في القمم ممكن نقدر نعمل ايه. ادي جلسة اولانية 57 حمراء، الجلسة التانية شمعة كبيرة حمراء. اوتوماتيك لازم ادخل بسرعة واحط 157 عشان اشوف الشمعة التالتة هتوديني فين وهتعمل ايه. طيب ال 157 عادة احنا قلنا لما بناخد من قمم بنبص على التريد التالت والتريد الرابع، بنبتدي نخفف في كسر. طبعا احنا بنتكلم على اعتبار جايين من فوق لتحت. 157 كسر ال 135 ببتدي اخفف. 118 تخفيف جزء اكبر. 96 خروج نهائي. طيب بص كده، اول حته ارتكز فيها منطقه من بعد النزول يعني، فضل ينزل يعني الشمعه دي 132 وصعد عمل 141، يعني كان على تقريبا، هي طبعا جلسه واحده احنا ما بنتكلمش ويعملها جلسه او اتنين، كان في المنطقه دي اللي هو التريد بتاعته ما قدرش يصعد ويقف فيه. طيب الجلسه اللي بعدها جاب من 132 لل 110 مباشره يعني، ده وكان واضح ان فيها بيع يعني. طيب نبص هنا كده، يعني كسر ال 32 اللي هو كان واقف عليها اللي هي ال 35 دي، وراح كاسر كمان التريد اللي هو التاني اللي احنا قلنا عليه، وجايب حوالي له 110 ووقف 113، ما قدرش كمان يكمل على ال 118. طيب الجلسه اللي بعديها ارتكز سنه عند 106 107 وبعدين 96. لاحظ معايا كده، ادي الشمعة اللي هو وقف عليها، اللو بتاعها 96 من هاي 110 برضو نزول. احنا في منطقة ال 96 ديت، على اعتبار هنقول بقى ده خروج نهائي، الورقة مش هتطلع تاني فوق الجنيه. احنا قلنا هنا تخفيف بحمل اكبر، يعني هنا اكبر فاكبر ثم خروج نهائي من هنا.
عرض في المنطقه بتاعت 96 دي، لو تلاحظ عمال يطلع وينزل حواليها. عفوا معلش. وبعدين طلع فوق الجنيه ونزل تاني 98 وجنيه واحد، وهكذا الى ان كسر ال 96 اللي احنا قلنا عليها. ودي كنا خلاص بقى، يعني كان الخروج في المنطقه ديت نهائيا، واحنا نازلين هنا برضو بنخرج، هنا في المنطقه دي كان خروج، وصل لحدود ال70. خلاص بقى ملناش علاقه بقى، احنا هنا لما بنكسر الاتنين دول بيخرج، والتريد الاولاني بخروج نهائي، على اعتباريات ان هيروح للقاع المؤكد 39 قرش والقاع المحتمل 52 قرش. طيب اخر حاجه هو وصل لها، هنفضل بقى ماشيين، مش هنقعد نشرح هو طلع ونزل طلع ونزل وطلع نزل ونشوفها على الارقام. 55 طلع معرفش عمل 85 لاخره، هنا معانا 54 قرش. طيب اذا وصل للقاع المحتمل الاولاني وابتدي يجمع نفسه منها للارتداد اوتوماتيكيا. بالنظر هو جاي منين؟ جاي كده على ال 78 ثم على ال 52. هنفترض ان هو عمل زي ما عمل 54، خلاص قاع. انا دخلت هنا بجزء او كونت مركز، لما لقيته ثبت وهيبتدي يتحرك فشلت كل الكميه بتاعتي. لازم اول نظره عندي تبقى ال 78 اول محطه بالنسبه لي على نفس الارقام زي ما هي. ان اخترقها بيروح لل 96 العنيده اللي هي عرض فيها فتره. طب الكلام ده نعرفه ازاي؟ تاني كده، احنا هنا عملنا 54 قاع خلاص، وبعدين طلع لحدود 70 وعرض، وبعدين طلع عمل النهارده 78 ونزل 71 وارتكز تحت، يعني عمل هاي ال 78. ادي معانا ال 78 اللي احنا قلنا عليها. احنا ما بنلعبش في حاجه ولا بنهرج ولا كلام دوت، ولا ده علم ربما لا يفهمه كثيرون، ولكن عشان يفهمه الكثيرون محتاج شرحه يعني. يبقى احنا طلعنا من هنا. اول نقطه زي ما قلنا لازم هتقابلنا اللي فيها المحطه اللي فيها مباشره. طالما احنا كنا نازلين كده يبقى المحطه اللي فيها مباشره. خلاص عرفنا، يبقى كان لازم من ال 52 اطلع اعمل 78، وبالفعل هو طلع ادي ال 54 زي ما احنا شايفينها اللو، طلع عمل النهارده ال 78 ونزل لل 71. طبعا انت بتتكلم في سهم نزل حوالي 7 قروش، واحد يقول لك يعني 7 قروش؟ لا، انت بتتكلم في سهم شغال في القروش، يعني 10% تقريبا نزلهم او 7-8%. طيب ناخد بقى القاع. احنا خلاص خدنا القمه، ناخد القاع اللي هي 54. طبعا لما بناخد القاع الطريقه بتختلف. بيقول لي بص هنا ال 52 جت فين، اللي هي بتاعت لما كنا حاطين ال 157. احنا هنا بنقول ما ينفعش ان احنا السهم ده ينزل يشتغل تاني على ال 52، والا هينزل يكركر تحت ويعود وينام والى اخره. والحكايه دي احنا شرحناها كتير وانتوا فهمتوها يعني الحمد لله. نرجع بقى نقول طب اول حاجه يعملها ايه؟ لازم اكون انا عندي وعي زي ما قلنا، لازم يقابلني اول محطه من ال 52. يبقى اول محطه هي 72، ثم تاني محطه 81، تالت محطه 108، ودي رئيسيه في الورقه، يعني تعتبر يعني محطه قويه جدا في الورقه بالنسبه لطريقه القاع. يبقى احنا عندنا منطقتين في طريقه النزول، قلنا 96 الشرسه وحبان لنا تاني، هنشوف حبان ازاي. ما بانتش، يبقى انا عندي اشرس محطتين هما ال 108 وال 81 قرش. طب هو فعلا النهارده نزل عند ال 71، مفيش مشكله ابدا، في منطقه فاضيه ما بين ال 52 وال 72 اللي هو واقف عليها النهارده. طب خلينا بس نكمل شرح ونقول لو ركز فوق ال 108، بص هنا ال 135 اللي كانت موجود معانا ظهرت تاني، ثم ال 162، ثم ال 189، 216، 2، 43. يبقى احنا دايما لما بناخد القاع بتاعنا بنقول لازم يوصل لل 108 ويثبت فوقيها. ان لم يصل اليها يبقى يرتد هنا اهوت، او يلعب في المنطقه الفاضيه اللي هي من 72 ل 52. ان ثبت فوق ال 108 يبقى يستهدف على التوالي ان شاء الله الثلاث ارقام الاولانيين دول.
مبدئيا احنا بنتكلم في ايه؟ في مبدئيا. لاحظ كمان من ال 54 ولذلك بنقول ربما بنسبة 90% يكون ده قاعه الرئيسي خلاص وانتهت الغمة، ربما يعني احنا بنتكلم بنقول ربما. بس يا سلام لو كان ال 3 جنيه 24 دي كانت جات لي هنا في الهدف الثالث اللي هي الاهداف البعيده احتمال تحقيقها، كانت هتبقى روعه جدا لو الهدف ده اللي هو ال 324 جه هنا، خاصه ان 324 دي كانت قمه سابقه في عمر السهم لو تفتكروها 3 جنيه 24. لو مش فاكرينها نعمل كده ونشوف ال 324 دي كانت امتى وفين. بص كده 324 ادي الهاي دي كانت في 14/3/2010 واحنا في شهر مارس، خلي بالكم. بس كنت هبقى مبسوط قوي لو جت زي ما قلنا فين في الهدف الثالث في الاهداف البعيده اللي احتمال ممكن يحققها. لكن ده لا يمنع ان دي برضو بشاير تفتيح للورقه، يعني الارقام دي بتعتبر تفتيح للورقه، ربما يكون فيها خير ان شاء الله. ولكن تعالى بقى نتكلم احنا قلنا ولكن الثبات فوق ال 108 احنا كل ده لسه ما وصلناش، يعني ممكن نروح للاهداف دي ان شاء الله. طيب في هنا اهداف فاضيه ما بين ال 72 حتى وال 52. طب دي يعني ممكن نجيبها ازاي؟ عشان نجيب المنطقه الفاضيه دي، طبعا المنطقه الفاضيه اللي هي من 52 ل 72 مش ظاهر حاجه طبعا. في ناس بتشتغل في كل قرش، خاصه لو بتشتغل بالقروش والكميات بتفرق في البيع والشراء في المضاربات يوميا. هنبتدي ناخد القاع اللي هو 54 دوت ننقله لمكانه تحت، وناخد اقرب قمتين نزل منهم الورقه. تعالى نشوف اقرب قمتين نزلت منهم الورقه. نعمل كده نجيبها على الديلي. ادي قمه اللي هي 85 ثم قمه اللي هي 97. هي مش قمه، هي يعني وقف صعده او تصحيح للاعلى ونزل تاني يعني. دي تاني واحده اللي هي عامل فيها الهاي 97. ناخد بقى هنا نحط ال 97. بص بقى اول منطقه احنا بنتكلم ان احنا هنطلع من تحت لفوق من ال 54. ادي ال 65 وادي 68 وادي 96 76 عدينا عفوا ال 72 اللي احنا قلنا عليها اللي كانت موجوده هنا. يبقى عندي مناطق 65 و68 ومباشره ال 72. طيب تعالى نرجع تاني وناخد منطقة ال 91 نشوف ايه اللي هيحصل فيها. هتفرق حاجات بسيطة اللي هي كل ده بندور على المنطقة اللي هي بتاعت الفرق اللي بين ال 72. طيب ادي الفرق الارقام المختفية 63 و 66 وادي ال 72. يبقى احنا معانا 63 66 وال 68 اللي فاتت وادي ال 72. في هنا قمة أقل على القريب جدا هي كانت 85 برضو هنضمها عشان المضاربات اليومية. هو طبعا وقتها فات ولكن ما زال جاري العمل بها. لاحظ كده 62 64 67. إذا في كل قرش على الورقة دي كان بيحصل مضاربات. طيب احنا دلوقتي توقعنا وقلنا ايه هي الأهداف اللي ممكن تخلينا مختفية اللي نشتغل عليها، وظهرت معانا الأهداف. لكن عندنا نقطة اللي هي نرجع تاني ناخد 157. شوف كده معايا 157. احنا كنا بنقول الثبات فوق ال 66 ده يطمني لا مؤاخذة، عشان اقول ان الورقة هتبتدي تتحرك ويجب انها ما تكسرش ال 66 مرة تانية لتحت. وبالتالي انا جبتها منين ال 66 ديت؟ من المنطقة دي اللي هي المنطقة العكسية من 157 القمة اللي عملها وسقط منها جري على تحت من 2010 وعمل 54 قرش. يبقى اول حاجة هتقابلني
65 80 65 80. احنا قلنا هو وصل 78 ونزل لحدود ال 71. خلاص هو دلوقتي بيلعب في منطقة 65 أو 66 حتى ال 80. نراقب الورقة كويس جدا عشان نشوف هتخترق وتروح 88 ثم 106 ثم 117 ثم 131. يبقى أنا لما باخد على القريب المنطقة العكسية من قمة نزل منها وخدها داون على تحت، نقدر نقول أول هدف ممكن يحققه بشرط الثبات فوق المحتمل الأولاني هو ال 131 وال 143. منطقتين دول هيكونوا هدف محتمل في حال الثبات للورقة فوق ال 106. كل ده احنا لسه ما طلعناش أصلا فوق ال 80، بس أنا بشرح رؤية مستقبلية. طيب لو هنقول بقى فرضا وجدلا هناخد الطريقة العدلة على اعتبار القمة اللي عملها النهاردة، هناخدها برضو بالافتراض. خلي بالكم النقطة دي بالذات تعتبر ملغية لو السهم كمل صعود يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. احنا خدنا 78 اللي هي دي اللي هو عملها النهاردة ووقع منها، اللي هي 78 دي حتى ال 71 على القاع اللي هو ال 54. تعال نشوف كده المفروض يقف فين. طيب ركز معايا كده في المناطق القريبة أو المناطق المضاربية. ما بنقولش تريد تاني وتالت، بنقول التريد الأولاني تخفيف ثم كسر المحتمل الأولاني. زي ما قلنا الثبات فوق المحتمل يودينا فين؟ هنرجع عكسية ونقول كسر التريد الأولاني يودينا للمحتمل الأولاني. هيودينا للمحتمل الأولاني بس ما دام ما يتكسرش. ادي 66 ظهرت لينا تاني اللي هي اللي ظهرت معانا 65 او 66 احنا قلنا عليها ان هو يثبت فوق 66، اذا ده ما يتكسرش نهائي ولو قلنا بشويه فلتره للمنطقه ال 62. واحد هيقول طب ده عمليه انت 66 62 ما كتير برضه. كتير، ولكن احنا بنقول بعض الميكرات بيعملوا حاجه اسمها مغرفه داون وفي نفس اليوم يطلع، فانت تقعد تبيع 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 وفجاه بعمليه واحده يطلع تاني فوق 66 وينتهي الامر. يبقى احنا معانا 69 و66 في الحالة لو لكح هيكمل داون لتحت. طيب هو حاليا واقف قريب من ال 72 اللي هي برضو كانت معانا هنا ال 72 الهدف بتاعنا انه ما يكسروش داون، يطلع تاني يجرب 77. يبقى ان شاء الله 86. ده شغل بقى مضاربي قريب قوي قوي قوي، يعني شغل مضاربي قريب قوي قوي. احنا قلنا على افتراض ان ال 78 يعني يقعد تحتيها جلسة او اتنين. يعني معانا 90 ومعانا 102. في العملية المضاربية برضو بناخد الأولاني ده أول هدف كان مضاربي، ثم الهدف الثالث ثم الخامس اللي هو 126 138. لاحظ معانا الرقم ده اختلف، معنى الأرقام دي اختلفت يبقى لازم هيديني قمة تانية تختلف عن ال 78. ونقول الله الموفق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.